يا صباح الفل. اسمعوا بقى طشة الملوخية كده، احنا ملوك الملوخية. يلا اسمعوا الطشة. اللهم بارك، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على النبي كده عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهارده هنعمل شوية ملوخية كده حلوين مع شوية بتنجان، ملوك البتنجان والملوخية احنا. ماشي. وتعالوا نشوف عملناهم ازاي مع ايه، مع ارنب كده وملوخية بالارانب وشوية. اقول لكم ايه، يلا شوف انا عملت ايه، يلا بينا. حته سمنه بلدي حطيتها طبعا في الحله، اسيحها بس كده الاول لحد ما ايه، ما تدوب معانا. وهنا انا كنت عندي ارنب صغير مش كبير، يعني هو ايه، كيلو ونص كده، يعني حجمه مش كبير. غسلته كويس ونقعته في ملح وليمون وظبطته وروقته ما شاء الله اللهم بارك، وخليته قشطه. وبعد كده بعد ما السمنه قدحت معايا نزلت على طول بيه على على السمنه عشان ياخد الطشه اللي احنا ايه بنحبها كلنا دي، عشان ايه يعمل شويه شوربه حلوين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. المهم بقى ايه، طبعا قعدت اقلب بقى بعد ما خد الطشه، سبته كده ياخد الطشه دي. وبعد كده استنيت دقيقتين وبدات اقلب فيه كده زي ما انتم شايفين، اشوح بقى. انا هنا بعمل ايه، انا هنا بشوح. طبعا البنات الصغيره اللي لسه متجوزين جديد واللي عايزين يعملوا شويه شوربه حلوين، تعالي بس اتفرجي على الفيديو ده. شوربه شويه ملوخيه ارانب ملهمش حل. حطيت ايه، حطيت شويه فلفل اسمر، حطيت حبهان، حطيت ورق لورا، بس انا طحناهم على بعض. حطيت ملح. طب انا حطيت ملح ليه، ما احنا ما بنحطش ملح على الحاجات اللي بنسويها، لان الارنب هنا عندي صغير مش هياخد سوا، فعايزه احط ملح ما فيش مشكله. بصلايه حلوه بعد ما اديته تشويحه تمام، يعني مش البصلايه دي بعد ما خدت التشويحه الحلوه كده نزلت بالبصلايه دي. بصوا بدات برضو اشوح كده مع البصلايه، شايفين؟ شوفوا بصوا ما بقاش في ميه، الميه بتاعته ايه، نزلها واشربها. بصوا اهي انا بوريكم بال بالسباتولا اللي معايا دي. وهنا ما عملت ايه بقى، نزلت بس عارفين طماطميه واحده صغيره، انا مش عايزه اعمل شوربه فراخ، انا عايزه شوربه الارنب يبقى هي طعم الارنب فيها. فبس هحط طماطميه صغيره كده بس تطعم لي بس الدنيا مش اكتر، حاجه كده صغيره. حطيت ميه على النار تغلي، ولازم تكون الميه بتغلي عشان على طول الارنب يغلي معاكي. بصي ما يقعدش فتره على ما يغلي. بصوا هيبدا، بصوا غالي اهو، شايفينه من الجناب. غطيت عليه وسبته وركنته كده وغطيت عليه يعيش بقى الحاجه كده مع نفسه. وتعالي عندي حزمه ملوخيه. عايزه اقول لك حزمه الملوخيه دي اللهم بارك هي خضره، بس انا عندي الضوء هنا لما يعني ما اعرفش ليه، لما بصور من هنا كده بحس انه بيدي على صفار، ما اعرفش ليه. غسلتها وضبطها وظبطتها وايه، وقلت خرطها كده جري جري جري. واللي هيقول لي بتخرطي على الرخامه، بخرط على الرخامه، ما بعرفش اخرط غير عليها. بمسحها كويس وانضفها واروقها واخرط عليها. وبعد ما بخرط بلم الملوخيه بتاعتي، وبرده نفس الحكايه خليها زي الفل. خلاص ركنت الملوخيه، الارنب على النار، شويه بتنجان بقى حلوين بقى، بتنجان بلدي، بتنجان العروس ده بصوا عامل ازاي اللهم بارك. قطعته كده ايه، جبته فتحته نصاص كده، وشلت العنقود اللي فوق ده وركنته. هعمل بقى ايه، اخلص ما دام انا واقفه على الرخامه، هخلص كل اللي على الرخامه هخلصه مره واحده. نزلت هنا بمعلقه توم حلوه كبيره، طبعا على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. ماشي. معلقه توم حلوه كبيره كده رحت نازله بيها، وكمان معلقتين حلوين بقى هريسه الفلفل اللي احنا حاطينها دي. انا بعملها واحطها في الفريزر كده زي ما انتم شايفين، بفرمها واحطها في الفريزر، اطلع منها ولا دق بقى ولا افرم ولا الكلام الفاضي ده كله، بخلص نفسي على طول. خدت بقى معلقتين حلوين كده كبار على معلقه التوم، على شويه كمون، على شويه ملح، على شويه ايه بقى ليمون حلوين كده اهو. تعالوا بقى نعصرهم. انا هحط 4 ليمونات. الليمون ده ليه احط 4 ليمونات، الليمون ده اصلا مش كبير، يعني حجمه متوسط قوي او يمكن مايل للصغير شويه. والميه فيه مش كتيره، بصوا يعني الميه فيه مش بتبقى كتيره، فعشان كده احط 4. انت عندك الليمون حلو، حطي ليمونتين كبار حلوين كده يبقى فيهم ميه. المهم عصرت الليمون كده وظبطته اهو عليها. نعمل ايه بقى، هنزل بشيل بس البذره دي، انزل بقى بسنه خل، سنه خل كده، وقلبي بقى. قلبي بقى الخلطة التحفة اللهم بارك دي، حاجة كده من الآخر، والله من الآخر أنا بديكي كده عصارة إيه طبيخي واخدة بالك. المهم إيه، خلصت التتبيلة وسبتها على جنب. تعالوا بقى هنا حبة زيت في الطاسة يتقدحوا كويس، وعلى طول ننزل بالإيه، بالبتنجان. بس أنا هقولك على حاجة هنا بقى، البتنجان هنا في ناس بتستنى وتروح قلبها على الناحيه التانية والكلام ده كله، لا البتنجان عايزاه طري، عايزاه يفضل معاكي طري كده زي اللي بتجيبيه من بره، وما يبقاش ناشف معاكي وما ينشفش. على طول بصي نزلي يعني نزليه في الزيت وهو زيت مقدوح، وقلبي فيه.
ابص انا على طول بقلب فيه، اقلب فيه اقلب فيه ايه لحد ما ايه ابص الاقي البتنجانيه من فوق قدام كده. هوريكم دلوقتي احمرت، يعني لونها بصوا اهي شايفين دي احمرت، يبقى كده البتنجان معايا زي الفل. اطلع الايه، اطلع البتنجان في المصفى هنا، وكمان احط شويه الباقيين نفس الحكايه. طبعا بقى لو وصلتي لحد هنا وعجبك الفيديو اعملي بقى اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس على الكل عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش دعمك معايا اللي هو اللايك عشان ترفعي معايا الفيديو. ماشي، خلصت هنا الدور التاني بقى شويه فلفل. بصوا بقى، لا مش هقول لكم بقى، مش هقول لكم الحكايه ايه بجد مع الفلفل ده. طبعا ايه، قليت الفلفل كده ورحت مطلعاه مع البتنجان، شويه شعريه في حته زبده حته سمنه. حمرت شويه الشعريه في قلب حته السمنه السايحه الحلوه دي ما شاء الله اللهم بارك. وهنزل بقى بشويه رز، الرز بتاعنا البلدي العادي الابيض ده. وهعمل ايه بقى، انا مزوده هنا شوربه الارنب. انا النهارده هعمل كل حاجه بطعم الارانب، فهشوح كده الرز كده تشويحه حلوه يعني ايه يتغلف كده بالسمنه. ومش هحط ملح لان الشوربه عندي فيها ملح، فلسه ايه احط الاول الشوربه وبعد كده ايه اظبط بقى الملح بتاعي. هحط كده الشوربه طبعا بتغلي، هيقوم الرز على طول ايه، على طول طالع معايا اهو. بصوا يعني احسن حاجه تعمليها الرز تحطي له الميه، لو حطيتي له ميه تحطي له ميه بتغلي، شوربه بتغلي، فاهميني؟ بصوا اهو ما شاء الله، بصوا طلع على طول اهو معايا. احط له ايه، اقفل بقى واحط له شويه انا هدوقه بس الاول وبعدين احط له شويه ملح عشان انا حسيت ان هو ايه دلع شويه. احط حاجه بسيطه قوي بصوا بس كده. وهوطي عليه قصدي هغطي عليه واوطي عليه واسيبه كده على ايه، على نار هاديه. وهنا ملوخيه هنا بقى هعمل بقى ملوخيه، ناخد بقى شويه ملوخيه، شويه الملوخيه بقى بتاعه الارنب دي ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الملوخيه شكلها عامل ازاي؟ شويه ملوخيه ملهمش حل بجد اللهم بارك، قصدي وشويه شوربه كمان، يعني طلعي شويه شوربه تحفه. الملوخيه اهي، انا ولعت بس على الشوربه تغلي كمان لان انا ممكن احتاج شوربه، فانا عايزه الشوربه تبقى سخنه. تعودي الملوخيه تيجي تزوديها الشوربه بتغلي، ميه بتغلي، اوعي تزوديها ميه بارده تسقط معاكي وما تنفعش. هنا كده بقى ايه بدوب بقى ايه او بفتت بقى او بقى ايه، يعني الحتت الملوخيه دي كده بقى ايه بعملها بخليها ايوه كده، مش عارفه اسمها ايه، بدوبها ولا اسمها ايه والنبي نسيت. المهم بفككها من بعضها يعني. المهم ايه، لقيتها طبعا هنا تقيله. احسن حاجه ان الملوخيه معاكي تبقى تقيله، لما تبقى تقيله ونخففها احسن ما تبقى خفيفه وتبوظ مننا. ماشي، ما شاء الله بصوا القوام بتاعها اللهم بارك عاملين ازاي، وبصوا لونها ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. هشيل بس كده الايه الوش بتاعها ده او الريم ده اللي بيطلع على الوش، هشيله. وبعد كده ايه تعالوا نشوف هنعمل احلى حاجه في الملوخيه. يلا بينا. بصوا ما شاء الله القوام، بقول لكم بصوا ما شاء الله. حته سمنه بلدي حلوه عليها معلقه توم، وهبدا احمر كده في التوم اهو. حمرت التوم اهو، ننزل بقى على التوم بايه، انزل على التوم بشويه كزبره ناشفه، ملوخيه خضره يعني كزبره ناشفه اهو. تحمر معايا هديها بس تقليبه واحده بس. وطبعا سمعتوا انتوا صوت الطشه في الاول اللهم بارك عامله ازاي. طب ولا شهقت بقى ولا حاجه يا جماعه، احنا مش بنشهق ولا حاجه يعني، الحاجات دي كلها ضحك. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما شاء الله الله اكبر. بصوا احلى ملوخيه تعمليها بقى، ولا تقولي لي مين ولا مش مين. ظبطي كده اتفرجي بس كده على الفيديو ورا ايه واعملي كده وباذن الله تطلعي احلى اكل. طبعا هنا كان البتنجان طبعا برد معايا شويه لان انا مش هشتغل فيه، هو طبعا لسه طالع من الزيت مولع. لا، على ما طلع من الزيت كنت خلصت شويه الرز ركنتهم، عملت شويه الملوخيه وبعد كده البتنجان كان لسه دافي. يعني البتنجان ما يبردش برده معاكي قوي عشان يشرب التتبيله. ماشي، البتنجان يبقى مش سخن ولا بارد، يبقى دافي، يبقى بين البنين. هنا كان بين البنين بقى. بدأت احشي اهو شايفين ما شاء الله اللهم بارك. يعني حاجة ولا تقولي لي مطعم ولا بتنجان مطعم ولا الكلام ده كله، حاجة انت عاملاها وملهاش حل ما شاء الله لا قوة الا بالله. هيأكلك يعني. المهم خلصتهم طبعا، عملت شويه الفلفل كمان معاهم. احنا ما كناش هناكل اصلا دلوقتي، فانا بس مش هغرف بقى الاكل في اطباق، انا هوريكم بس الاكل اهو ما شاء الله. ادي الملوخيه خلصتها والرز بسم الله ما شاء الله اهو، والارنب بقى في قلب الشوربه اهو. واخدين بالكم؟ بصوا شايفين البتنجان اللهم بارك والملوخيه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بصوا بقى الارنب اهو مستوي خالص اهو شايفين. هطلعه بقى احمره
باذن الله، واحط جنبه الاكل ايه، واغرف بقى الاكل. بس احنا مش هناكل دلوقتي، فعشان كده بصوا ما شاء الله القوام الملوخيه جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. وشويه الرز مفلفل وجميل ما شاء الله، بصي اهو. بس سخن قوي لسه طالع اهو. بس ايه يعني عشان كده بقول لكم ايه، شويه كده ونحمر بقى ولا حاجه وناكل ان شاء الله. اشوفكم على خير وسعاده وسلامه، مع السلامه، باي باي.